السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنت مريم. مين مريم يا جماعة؟ مريم دي مريم الزيني مرات علي اللاعب ظهير الأيسر للنادي الأهلي علي معلول. بتقول في بوست لها على انستجرام، طبعا ربنا ما بيسيبش حد ينظلم، ولكن بيفتي وما فيش اعتزال. زوجة علي معلول تثير الجدل برسالة غامضة. شنت مريم الزيني زوجة التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هجوما ضد محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء، وذلك بعد تصريحاته برحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري. كان بيقول إن علي معلول هيرحل في نهاية الموسم. وكتبت مريم الزيني عبر حسابها على مواقع انستجرام: أغلب وأقرب اللي في المجال شغلك يشككوا فيك طبعا، وفي إمكانياتك وعزيمتك وقدرتك للعودة وأحسن من الأول أيضا. وهذا مما لا شك فيه لأنه ليس مجرد إضافة. ليست مجرد إصابة تعرضت لها، وتعرض لها كثير أكبر اللاعبين ورجعوا للملاعب طبعا تاني، وكان كأن لم شيئا لم يكن. لكن جات معاك انت، وابتدت كل حد يفتي، وابتدى كل حد يفتي طبعا ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة طبعا. وأضافت طبعا جيت أقول لكم اني متاكده من رجوع، جيت اقول لك يعني ان انا متاكده من رجوعك القويه مثل الاول واحسن، لان هي بتقول في جوزها يعني لان لديك العزيمه وقاعده تخدم وطويل عمرك. كنت طول عمرك كنت مجتهد ومثاليا في مجالك وخارج مجالك طبعا. لأن ضميرك تجاه الكرة كان أكبر همك ولا يزال. تابعت أهم حاجة إن ربي شاهد على اجتهادك وعدم تقصيرك. فمستحيل تكون النهاية مثلما قاعدين يقولوا، يعني يقال في حقك ربنا ما بينساش، ما بيسيبش حد ينظلم، وهو في قمة إخلاصه طبعا وقوته وعزيمته وقدرته. وأكملت رسالتي ليك طبعا يا علي، إن حتى لو غيبت عن الملاعب لفترة اعتبرها استراحة محارب، وتأكد أنك سترجع بنفس السلطة. وحتى لو انتهى النصيب من مكان، أكيد ربي كاتب لك حاجة أحسن من مكان تاني، في مكان تاني طبعا، لأن الكرة نهايتها عندك علي معلول ما زالت بعيدة. ووصلت من اليوم طبعا اللي عرفت فيه، من اللي عرفتك فيه عرفت إنسان بيتنفس كورة، فاعتزالك لن يكون غير بعده، بعد 3 أو 4 سنوات، مثلما كنت تحسب لها من قبل. وبإذن الله ربي لن يخيب ثقتي وثقة عائلتك، وليس يعني ثقة فيك كبيرة، واللي نعرفها طبعا فيك ما زلت مكمل وبتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك مثلما وعدتنا. وأنت طبعا عمرك ما خيبت يعني خبتني وفرحتني لما تكمل وعدتك. وعدك لنا بأننا هنشوف طبعا دائما فوق ما تهزك ريح، يا طبعا ما هزكش ريح ولا كلام اللي بيقولوه عليك طبعا، ولا مجرد إصابة أعلنوا دي نهاية التاريخ، لا طبعا. واستطراد بالنسبة لي انت اسطورتي وفخري، وما زالت وما زلت اتباهى بك. يعني شوف سبحان الله، زوجته مرات بتقول ايه: انت اسطورتي وفخري وما زلت اتباهى بك. ما زلت انا لم اشبع انجازات وبطولات، وانت عمرك ما رفضت لي حاجة. وهذه اهم حاجة ممكن تقدمها لي الآن.
يعني ايه تقول له لا، ما اوعى الكلام اللي بيقولوا عليك مثلا انت هتعتزل، واللي انت هتمشي من النادي الاهلي في اخر الموسم. لا، ما دي ما يصبطش العزيمة بتاعتك ولا ايه يهز فيك شعرة طبعا. وأتمت مريم الزيني تصريحاتها قائلة: الحمد لله، هذه فترة بتبين الحقيقي من المزيف. هذا كان اختبار من الله، من عند الله لك، ولنصبر. وأيضا لاكتشاف معادن البعض. فشكرا للمساندين، وشكرا أبرز أكبر المجاملين. أول مرة تدخل في مجال الكورة طبعا. آسف، أسفل إيه طبعا لعدم استئذانك في قبل إيه التنزيل، لكن مضطرة للتوضيح طبعا. كان محمد رمضان بقى اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي. محمد رمضان المدير الفني المدير الرياض طبعا، المدير الرياضي للنادي الاهلي، اعلن امس الاحد في تصريحات عبر قناة النادي الاهلي بان هذا الموسم هو الاخير لعلي معلول مع الاهلي. وقال النادي اتخذ قرار التجديد للتونسي علي معلول لموسم تقديرا لما قدمه طول مشواره مع النادي الأهلي. وهو سيعود للملاعب في نوفمبر المقبل، ويحتاج لأسابيع للعودة للملاعب من جديد والاتفاق معه على الرحيل نهاية الموسم. وكأن وكن عند وكن عند عودته من الإصابة ومشاركته وإثبات نفسه، سيكون الأمر وقتها في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الكرة ملهاش كبيرة يا جماعة، يعني في لحظة واحدة هوب استغنى عنه. لا، ما ينفعش يا عم محمد رمضان، يا محمد رمضان، ما ينفعش الكلام اللي انت عملته دي. علي معلول فرح الجماهير الأهلاوية، ومفرح الجماهير طبعا المصرية بمهاراته. لا، ما ينفعش، ما ينفعش يا علي معلول يا محمد رمضان. طيب وصلت معايا لحد دلوقتي، بالله عليك ما تنسى الاشتراك معايا في القناة وتدعمني كده وتعلق تعليق جيد، الله يبارك فيك. يعني أنا في أشد الاحتياج إلى دعمكم بعد دعم الله، بعد دعم ربنا سبحانه وتعالى. انتم طبعا زي ما انتم عارفين، احنا بنكررها تاني ان انا كان عندي قناه توقف من عليها الربح، كانت لسه متفعله، وسبحان الله بعد ما كملش اسبوع راح جالي انذارين. وطبعا اليوتيوب حظر الربح على الفيديوهات كلها بسبب مخالفة إرشادات المنتدى. فرجاء منكم إن أنتم تدعموني طبعا، وتشتركوا في القناة. والدعم الأكبر طبعا إن أنت تحط لايك على الفيديو، وتعمل مشاركة لو حابب، أو تعمل لي مثلا تعمل تعليق جيد، تعليق يعني يليق بك ويليق بالمشتركين القناة. هدانا الله وإياكم إلى سبيل السواء، لسبيل الخير يعني. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما تنسوش تشوفوا الفيديو اللي في النهاية معاكم ده.